بصوا كده الجون التاني يا جماعه. هنوقف الصوره هنا اتفرجوا، ادي لاعب 2 3 4 5 5 لعيبه من فرقه العين على 2 لعيبه بس من الهلال. بصوا تمركزاتهم، بصوا سافيتش اصلا واقف حوالين الاربعه او في وسط الاربعه ازاي. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ انا ابراهيم حمدين ودي قناه حمدينوفيتش، واحنا النهارده جايين نتكلم في حلقه عن ماتش الاهلي والعين والمباراه المهمه جدا اللي هتقابل الاهلي في كاس العالم للانديه. تعالوا كده نشوف هنقول ايه. خلينا في الاول كده نبدا كلام عن النادي الاهلي، بس خليني اقول لكم ان اغلب اوقات الحلقه هتبقى عن العين اصلا، لاننا عايزين نعرف معلومات عن العين اكتر وازاي الاهلي هيلعب الماتش ده قصاد الفرقه دي. بس كلامنا الاول عن الاهلي هتكون عن تشكيله الاهلي الشناوي في حراسه المرمى، يحيى عطيه الله، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم ان شاء الله يكونوا سلام. على اليمين متهيألي ان هو هيلاعب اكرم على حساب عمر كمال بسبب هجوم العين القوي جدا اللي هنتكلم عنه النهارده. خط الوسط هيكون مروان عطيه وكوكا، قصادهم امام عاشور. على الشمال حسين الشحات مهاجم، اسامه وعلي. ومتهيألي الطرف اليمين او الوينج اليمين ممكن كولر يلعب بيها بعمر كمال، يكون عمر كمال واكرم هم اللي في الجبهه دي. ده تشكيل الاهلي اللي انا متوقعه. مهم جدا ان الاهلي يركز فيها الماتش ده. مدافعين الاهلي ياسر ابراهيم ورامي ربيعه لازم يكونوا تركيزهم 150% للماتش ده، لان العين هجومه قوي جدا 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 وهنتكلم عليه قدام لسه. بس لازم مدافعين الاهلي فعلا يكون تركيزهم قوي جدا. اكرم توفيق مهم جدا ان هو لو لعب في الناحيه اليمين ان هو اللي يثبت، ويحيى عطيه الله هو اللي يزيد، ويكونوا هم الثلاثه ورا في حاله الهجوم. طيب مهاجمين الاهلي بقى، مهاجمين الاهلي هيكونوا مهمين قوي قوي الماتش ده، لان دفاعات العين هي واحده من اسوأ الدفاعات اللي مهاجمين الاهلي ممكن يلعبوها الموسم ده. مهاجمين الاهلي لازم يكون تركيز عالي جدا في الماتش ده، لان هيجي لهم فرص كتير جدا. فمهم ان مهاجمين الاهلي يكونوا حاسمين وفعالين قوي على الجون، لان الماتش ده مهم قوي التسجيل فيه جوان كتير قوي. تاني حاجه بقى هنتكلم عليها هي العين. العين بقى خليني اقول لكم ان السنه دي غير السنه اللي فاتت، ومعلومه ان العين السنه اللي فاتت ما كانش بالقوه اللي الناس كلها متخيلها. جماعه العين السنه اللي فاتت خسران الدوري فرق 22 نقطه في المركز الثالث، فهو مش الفريق المرعب اللي في مخيلتنا كلنا. هو بس كل الفرقه ان هو في دوري ابطال اسيا قدر ان هو يخرج النصر بقياده كريستيانو رونالدو، فدي كانت حاجه لقطه كبيره لان الناس تعرف بيها فريق العين. تاني حاجه ان هم خرجوا الهلال من البطوله في نص النهائي، والهلال ساعتها انا فاكر ان هو كان ماشي في سلسله فوز متتالي، مش سلسله لا هزيمه، سلسله فوز. ان هو ما كانش ولا بيخسر ولا يتعادل، كان داخل تقريبا في حاجه و20 ماتش، فكانت سلسله فوز طويله جدا. العين هو اللي قدر يكسر السلسله دي، وطبعا في النهائي كسبوا يوكوهاما. فالفرقه على مستوى دوري ابطال اسيا هي كانت فرقه مرعبه، كان كل الناس عرفتها من الوقت ده. هم خرجوا النصر، خرجوا الهلال، فرقتين من السعوديه وسط السعوديه كانت عاملاه السنه اللي فاتت، وكمان كسبوا النهائي بسكور 7-2، مجموع الماتشين 7-2. فعشان كده العين كان واخد السنه اللي فاتت ضجه كبيره قوي. فهو العين في الدوري ما كانش احسن حاجه، خسران الدوري بقول لكم فرق 22 نقطه. نفس الكلام السنه دي بقى، هو مش افضل حاجه في الدوري برده، وكمجمل بقى الفرقه مش حلوه قوي السنه دي. ده كده بدايه كلام حبيت اقوله عشان الناس تبقى بس واخده فكره عن العين، مش الفكره المرعبه اللي في مخيلتنا كلنا. تاني حاجة بقى عايز اتكلم عليها نقط الضعف ونقط القوة. خلينا نبدأ بنقط الضعف. نقط ضعف العين الدفاع، منظومة الدفاع بتاعتهم يا جماعة سيئة جدا. الفرقة بتستقبل أهداف كتيرة قوي، بديهيات الدفاع مش عندهم أصلا. ارتداد اللعيبة من أسوأ الارتدادات اللي ممكن حد يشوفها. ارتداد اللعيبة في المرتدات وعموما في حالة الدفاع هي وحشة جدا، وهيبان في اللقطات دي. بصوا كده الباك اليمين بتاع العين واقف بيتمشى ازاي، ودي لما لاعب الهلال شوفوا كان جاي منين وسبقه، وهنا ادرك بقى الباك بتاع العين. بس بعد ايه؟ بعد ما الوقت فات خلاص وراح وجاب الجون الاول. طب الجون الثالث بصوا لحد ما الكره اتلعبت لسالم مفيش اي ارتداد من اي لعيبه. بصوا كده اللعيبه اتفرجوا كده كام واحد لسه بيرجع. تاني حاجه يا جماعه الرقابه عندهم وحشه جدا جدا، وبرده ده بان في الاجوان. بصوا كده الجون الثاني اساسيات الدفاع مش موجوده. بصوا كده الجون الثاني يا جماعه. هنوقف الصوره هنا اتفرجوا، ادي لاعب 2 3 4 5 5 لعيبه من فرقه العين على 2 لعيبه بس من الهلال. بصوا تمركزاتهم، بصوا سافيتش اصلا واقف حوالين الاربعه او في وسط الاربعه ازاي. طب بصوا تمركز الثلاث لعيبه دول، الثلاث لعيبه مش مركزين اصلا الكره فين او وراهم مين. يعني لو حد فيهم بص وراه هيفهم ان هم واقفين وقفه كارثيه. طبعا الكره اترفعت بكل سهوله، سجل سافيتش الهدف الثاني من غير اي مجهود. يعني شوفوا تمركزات فعلا كارثيه من لعيبه العين. والهدف الخامس ده بقى ميكس، الهدف الخامس ده جامع ما بين بطء الارتداد زي ما انتم ما شايفين. بصوا كده بقى، بصوا سالم واخد الكوره وماشي منين وهو بيقابل كام لاعب، وحواليه كام لاعب من فرقه الهلال اللي هم زمايله. وكمان بعيدا بقى عن شوطه سالم خالص، بصوا وقت الشوطه، بصوا اللي على الشمال ده كان واقف لوحده ازاي.
فيا جماعه اللقطات دي تبين ان فعلا دفاع العين دفاع كارثه كارثه جدا. فباذن الله لاعبتنا تقدر تستغل الغلطات دي، وانا واثق ان كولر هيشتغل على النقط دي كويس قوي وهيوري اللعيبه اللقطات دي. طيب نقط القوه بقى، نقط القوه الفرقه فريق كاسح بكل معاني الكلمه. العين الدفاع ده منظومه الدفاع فرقه، ومنظومه الهجوم فرقه تانية خالص. دي فرقه ودي فرقه. في دوري ابطال اسيا مسجلين 7 اهداف في 3 ماتشات، وبالمناسبه الثلاث ماتشات ما كسبوش ولا ماتش بسبب ضعف الدفاع. وفي الدوري مسجلين 14 هدف في 5 ماتشات بس. ماتش الانتر كونتيننتال قصاد اوكلاند سجلوا 6 جوان. فطبعا من خلال الارقام دي باين جدا ان هم فرقه مرعبه هجوميا بقياده طبعا سفيان رحيمي، اللي في 10 ماتشات قدر ان هو يسجل 9 تجوان وعمل اسيست ومعدل تقريبا مساهمه كل ماتش. وطبعا في غير رحيمي بلاسيوس وكاكو، غير لابا كوجو اللي قاعد على الدكه، ده كارثه لوحده. العين بقى هجوميا عندهم كذا طريقه لعب او طريقتين للعب. اول حاجه هي طريقه الاستحواذ، ممكن يستحوذوا على اللعب كويس جدا، لعبتهم مهاريين جدا على المستوى الفردي كويسين قوي. غير ان الفرقه اصلا لما بتيجي تهاجم الباكين بيطيروا اللي هم الاثنين مدافعين قصادهم ارتكاز، باقي الفرقه كلها بتهاجم. ففي حاله الاستحواذ الفرقه كلها تقريبا بتهاجم. الفرقه لعبتهم على المستوى الفردي اقوياء جدا جدا، وبيعرفوا يتصرفوا في المساحات الصغيره. طيب الحاجه الثانيه وهي المرعبه اكتر، التحولات. العين مرعب في التحولات، ممكن يفضلوا تحت الكوره ال10 لعيبه او 9 لعيبه تحت الكوره، بس الوقت اللي الكوره هتتقطع فيه هتلاقيهم التحول بتاعهم مرعب. عندهم طيارات طبعا بقياده رحيمي، وبيعرفوا يلعبوا كور كويسه جدا في ظهر الدفاعات. فالفرقه زي ما قلنا كده عندهم طريقتين في حاله الاستحواذ، هتلاقي الفرقه كلها بتهاجم باستثناء 3 لعيبه، 2 مدافعين قدامهم ارتكاز، واللعيبه بتاعتهم مهاريا كويسين جدا بشكل فردي كويسين. ونفس الكلام في التحولات، الوقت اللي هيبقوا كلهم فيه تحت الكوره وقت ما الكوره هتتقطع هتلاقيهم بيعملوا التحول بشكل مرعب وسريع جدا، وبيلعبوا في ظهر الدفاع كويس جدا جدا. فدول كده الحاجتين اللي مميزين فيهم جدا فريق العين. طيب نخش بقى على ارقام العين عموما. العين خليني اقول لكم الرقم ده دفاعيا سلبي جدا، هيثبت اللي احنا قلناه في اول الحلقه ان دفاعاتهم وحشه. العين في اخر 22 ماتش هم طالعين بماتشين بس كلين شيت، متخيلين؟ 22 ماتش ما قدروش يحافظوا على نظافه شباكهم غير ماتشين بس. 5 ماتشات في الدوري دخل فيهم 9 اهداف، 3 ماتشات في دوري ابطال اسيا دخل فيهم 10 اهداف، منهم 5 في ماتش الهلال لوحده. طيب الفرقه بقى في الدوري عندهم 8 نقط في المركز السادس، بينهم وبين متصدر الدوري 10 نقط، طبعا مع ماتش واحد اقل للعين. قدروا ان هم يكسبوا في الدوري ماتشين وتعادلوا ماتشين وخسروا ماتش واحد. في دوري ابطال اسيا لعبوا 3 ماتشات، خسروا ماتشين وتعادلوا ماتش واحد. قدروا ان هم يسجلوا في الدوري 14 جون، وفي دوري ابطال اسيا سجلوا 7 اهداف. طبعا في وسط الارقام دي عايزين نقول ارقام رحيمي تاني، هو في 10 ماتشات قدر ان هو يجيب 9 تجوان، عمل اسيست. فدي كده كانت ارقام الفريق دفاعيا وهجوميا، وكمان وضعهم في الدوري ودوري ابطال اسيا. تصريحات كريسبو المدير الفني للعين بعد اخر ماتش في الدوري اللي كان قصاد ضبا وانتهى بالتعادل 1-1، ان هو بيشعر بالاحباط من النتيجه، وان اداء اللعيبه ده بسبب ان هو مرهقين جدا بدنيا والفريق بدنيا مش احسن حاجه. واتكلم ان عندهم ماتش قوي قصاد بطل افريقيا اللي هو النادي الاهلي، وان هم جاهزين للماتش ده. طيب منين بيقول ان هم مرهقين بدنيا ومنين بيقول ان هم جاهزين للماتش ده؟ خليني اقول لكم ان البي مريح الفرقه كلها تقريبا لماتش الاهلي. 3 لعيبه من اصل الاربعه الاساسيين في الدفاع كانوا مريحين. هجوميا رحيمي كان مريح، بلاسيوس كان مريح، كمان كاكو اللاعب الثالث كان مريح. فالثلاث لعيبه الهجوميين هم كانوا الثلاثه مريحين، نزلوا كلهم تقريبا في الدقيقه 65 70. فهجوميا ودفاعيا الفرقه مريحه الماتش الاهلي، فهو شكله بينيمنا بموضوع الارهاق ده. طيب تاريخ بقى مواجهات الاهلي مع انديه الامارات، لان الاهلي قصاد العين ما لعبوش ولا ماتش رسمي. سنه 95 لعب المصري الاماراتي وقدر ان هو يكسبه 3-0. 2017 لاعب الوحده وقدر ان هو يكسبه 2-0. 2018 لاعب الوصل وتعادل معاه 1-1. دي كده كانت كل حاجه تخص القوه وارقامهم وتصريحات المدير الفني، كان كل حاجه تخص العين. الماتش ده بقى مهم جدا جدا للاهلي، هو مش مجرد ماتش. الماتش ده اول حاجه هو بطوله، يعتبر بطوله الافرو اسيوي، لو كسبته هتبقى انت بطل افريقيا واسيا. هيكسبه هياخد 2 مليون دولار مكافاه. الماتش ده اللي هيكسبه زي ما قلنا ان هو بطوله افرو اسيوي، هو ليه كاس، يعني الماتش ده لوحده ليه كاس. رابع حاجه طبعا ان اللي هيكسب الماتش ده هيتاهل لنص نهائي كاس العالم للانديه. فالماتش ده مهم جدا للاهلي، محدش يستقل يا جماعه بالماتش ده. الحاجات اللي قلناها دي المهمه جدا، الاربع حاجات دول مهمين جدا، فماتش مهم جدا جدا للاهلي. واخر حاجه بقى عايز اتكلم عليها، كولر مهم جدا ان هو يجهز الماتش ده كويس قوي قوي، يعرف نقط ضعف ونقط قوه الفرقه، يشتغل عليهم صح،
كولر لو قسم الماتش ده لفترات هيفرق جدا معانا. مهم جدا 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 ان انت تجيب اكتر عدد من الاهداف. زي ما شفنا في الاحصائيات اللي فاتت دي، العين قوي جدا هجوميا. هو زي ما شفنا قصاد الهلال، هو جاب 4 تجوان بس دخل فيه 5، فالعين قادر ان هو يسجل فيك 3 و4 تجوان، وفي نفس الوقت دفاعه قادر ان هو يستقبل 5 6 جوان عادي جدا. فكولر مهم جدا ان هو يفهم اللعبه ان هجوميا لازم نسجل كتير جدا. اخر حاجه هتكلم عليها اللعيبه، وسام وامام وقفشه والشحات هيبقى عليهم دور كبير قوي الماتش ده. وسام متاكد ان هو هيعرف يتصرف مع الدفاع ده، وهيحط نفسه في مواقف كتير جدا ان هو يسجل. فمهم قوي الحاسميه من لعيبه الاهلي. الشحات يقدر يلعب ورا الباكات بتوعهم كويس جدا، يقدر يستغل الثغرات اللي وراهم. مهم جدا ان هو يصنع ويسجل ويستغل كل فرصه سواء للتسجيل او الصناعه. امام اتمنى ان هو يشوط كتير هو وقفشه، لان الحارس بتاعهم مش حلو خالص. الحارس بتاعهم امام وقفشه لو ركزوا في التصويبات هيستغلوه، لان هو نقطه ضعف فعلا. فلو شاطوا عليه كويس هيقدروا يسجلوا. والمدافعين طبعا، المدافعين هيبقى عليهم مهمه صعبه جدا في الماتش ده، لان زي ما قلنا هجوم العين هجوم كاسح. فالمدافعين اتمنى ان هم يكونوا 150 ان ما كانش 200% من تركيزهم، وانا واثق ان اللعيبه هتعمل اللي عليها باذن الله. الشناوي عليه دور مهم جدا ان هو يكون مركز، عشان لو اتراح عليه الكور وده الوارد يكون جاهز ان هو يصدها السد العالي بتاعنا. فباذن الله باذن الله نخرج من الماتش ده كسبانين بسكور كمان. ما عنديش اي شك ان لعيبه الاهلي قادره ان هي تسجل، وما عنديش شك ان دفاع الاهلي لو في يومه قادر ان هو يحط لعيبه العين كلها في جيبه. وبس كده، دي كانت كل حاجه تخص ماتش الاهلي والعين، نقط قوه العين وضعفهم وكل ارقامهم تقريبا، الحاجات اللي الاهلي ممكن يستغلها، الحاجات اللي الاهلي لازم ياخد باله منها. وبس كده، دي كانت حلقه النهارده. اتمنى ما اكونش طولت عليكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك، تشتركوا في القناه، تتفرجوش وتجروا، ونتقابل ان شاء الله في الحلقات الجايه. سلام.